واش الاخوان السلام عليكم صافاني بخير جيسبر كو فوزالي تري بيان. مرحبا بكم في فيديو جديد عاوتاني ان شاء الله. في هذا الفيديو نحاولوا نمشيو نشوفوا الحي البرتغالي اللي كاين في مدينه الجديده. بقاو معنا باش تشوفوا الاجواء كي غايدوزو. السلام عليكم. بالرجوله مدينه جديده ناضيه، مدينه نقيه زوينه بارده ناضيه بالرجوله. هي حاجه وحده ما عمرك كتشوف الشمس، كاين لك هي الضبابه، الجو مكتئب. المهم يضحكنا الاخوان، مدينه نقيه زوينه بالرجوله. الاخوان كما كتشوفوا احنا وصلنا للحي البرتغالي ديال مدينه مازاغاندا قديما، واللي كتسمى حاليا مدينه جديده. المهم كما كتشوفوا هو السور اللي داير بها. المهم نوصلوا ندخلوا نوريكم الاجواء كي دايرين. المهم الاخوان كما كتشوفوا احنا وصلنا الباب ديال الحي البرتغالي لمدينه مازاغان قديما اللي كاينه في جديده. المهم نشوفوا واحد التعريف على مدينه مازاغان. كما كتشوفوا القلعه المدينه البرتغاليه مازاغان الجديده. المهم هو التعريف ديالها الاخوان. تلقاو واحد التصويره، اللي بغى يقرا يدير بوز الفيديو تيقرا التعريف. ودابا الاخوان نشوفوا علاش كتعتبر المدينه محصن المعايير التي اعتمد من اجل تصنيف المدينه البرتغاليه محصن مازاغان في قائمه التراث الثقافي. اللي بغى يقراه يدير بوز الفيديو. دابا نحاولوا ندخلوا. كما ترون إخواني أخواتي، نحن الآن في طريقنا إلى الدخول إلى الحي البرتغالي. كما تعرفون يحتوي على 3 أبواب، وهذا من أحد أبواب الدخول إلى هذا الحي البرتغالي العظيم. كما ترون طريقة بنائه وسمكه يدل على أن هذه المدينة كانت محصنة ومثالية. وكما ترون مدى جمالية شوارع هذا الحي البرتغالي، كأن الزمان يعود بنا للوراء. وهذه هي الكنيسة الأولى. هذه هي الكنيسة الأولى. انظروا إلى مدى جمالية هذه الأحياء، كأن الزمان يعود بنا إلى الوراء. والآن إخواني نتجه نحو معلمة تاريخية فريدة من نوعها، ألا وهو المسجد العتيق بالقلعة البرتغالية مازاغان. بحيث بني المسجد الكبير أو ما يعرف بالمسجد العتيق للحي البرتغالي بالجديدة داخل القلعة البرتغالية مازاغان بأمر من السلطان العلوي مولاي عبد الرحمن بن هشام، في إطار أعمال ترميمه وإعادة تأهيله لهذه القلعة خلال عشرينيات القرن ال19 الميلادي، وذلك بغرض تشجيع المغاربة المسلمين على الإقامة والعيش بداخل القلعة البرتغالية. بينما نتجول بين شوارع الحي البرتغالي كأن الزمن يعود بنا إلى الوراء، نمر على معلم تاريخي عالمي اللي هو خزان الماء. وهذا هو التعريف ديالو، اللي بغى يقراه يدير بوز الفيديو. ولكن للأسف تم إغلاق هذه المعلمة التاريخية مؤقتا نظرا لمجموعة من الإصلاحات، لذلك لم نستطيع الدخول. وهذا الخزان البرتغالي عبارة عن خزان مائي أرضي أو صهريج يقع تحت القلعة البرتغالية في مدينة الجديدة المغربية. تم بناء هذا الخزان في الأصل من قبل البرتغاليين أثناء تشييدهم للقلعة عام 1514 كمخزن أو مستودع أسلحة، ثم قاموا بتحويله إلى خزان مياه عام 1541. وتم إدراج هذا الخزان في قائمة اليونسكو للتراث العالمي سنة 2004 كجزء من مدينة مازاغان البرتغالية اللي كتسمى حاليا الجديدة. والآن نتجه نحو المدخل الرابط بين الحي البرتغالي والبحر، أحد مداخل هذه القلعة المحصنة. وكما ترون أن السمك ديالو والعلو ديالو يدل على أنه تم استعمال هندسة معمارية رائعة ومثالية. كما ترون العلو ديال هذا السور وطريقة بنائه يدل على أن هذه القلعة محصنة من الحصارات سواء البرية أو البحرية. تم استعمال هندسة معمارية فعلا رائعة وكانت حديثة في ذاك الوقت.
وهو أيضا موقع استراتيجي من أجل التبادل التجاري ومن أجل المعارك سواء البرية أو البحرية، من أجل تصدي لدوك الحصارات. يتم استعمال هذه الأسوار من أجل حماية هذه القلعة من الغزو أو الهجوم. ونحن الآن في طريقنا إلى قمة هذا السور العظيم، هذا السور الشامخ الذي يعتبر بمثابة جدار ودرع واقي لهذا الحي البرتغالي. وبينما نحن نقوم بجولتنا غنحاول نعود قصة هذا السور الشامخ والعظيم اللي خلى هذا الحي البرتغالي محصن من جميع الحصارات الخارجية سواء البحرية سواء البرية. بعد سقوط أكادير سنة 1541 انسحب البرتغاليون من أزمور وأسفي فورا من هاتين القاعدتين مع الاحتفاظ بقاعدة مازاغان، وقاموا بتحصينها. وبرر الملك هذا الاحتفاظ بتوفرها على ميناء جيد وبكونه ينوي الهجوم ثانية على المنطقة، ونظرا للمهمة التي فوضت بمازاغان باعتبارها قاعدة لمقاومة توسع السعديين، انطلقت فيها تحسينات ضخمة ابتداء من سنة 1541. وتؤكد الوثائق أن أعمال التحصين في مازاغان قد استمرت دون انقطاع منذ الصباح الباكر حتى المساء، حتى أيام الأحد والأعياد. فأقاموا سورا على بعد 365 خطوة من الجهات الأربعة، ستادي غاد السور داير بهذا الحي البرتغالي كامل، وجعلوا السور سورين، ستادي غاد السور بنوه فورم جوج ديال الأسوار. فكثافة السور الخارجي تبلغ نحو 25 شبرا، والداخل نحو الثلثين منه، وبينهما فضاء مردوم بالتراب والحجارة الرقيقة الصغيرة. فصار السوران بذلك سورا واحدا سعته 50 شبرا عدا جهة البحر، وارتفاع هذه الأسوار من الداخل نحو 60 شبرا والخارج نحو 70، أي أن السور بلغ سمكه 11 مترا وعلوه 14 مترا، وعمق الخندق حول المدينة 3 أمتار، وأحاطوا خارج السور بخندق فسيح جعلوا عمقه 14 شبرا، بحيث إذا فاض ماء البحر ملأ ما بين جوانبه. واتخذوا داخل الحصن ستضيغ داخل هذا الجدار مأجلا عظيما، أي ذاك الحوض المائي، ذاك المخزان ديال الماء اللي هضرنا عليه، وهو حوض واسع يجمع فيه الماء. وأقاموا على أحد أرباع الحصن برج مرتفع للمراقبة. هذا برج المراقبة هو أعلى برج كاين في هذا السور. واتخذوا للمدينة 3 أبواب، أحدهما على البحر، هذاك منين خرجنا البحر، واثنان للخروج إلى البر، واحد منين دخلنا وكاين واحد آخر في ديك الجهة أخرى، يربطان المدينة بباديتها. أحدهما يسمى باب الثيران تخرج منه المواشي إلى المراعي، وجعلوا أمام البابين قنطرتين ترتفعان وتوضعان وقت الحاجة بطريقة هندسية. وقسموا الحي البرتغالي في ديك الساعة إلى 5 أحياء، وسموا كل حي باسم بن شهير البرتغال. وبلغ عدد سكان ذوك الأحياء ذاك الحي البرتغالي اون جينيرال 4000 نسمة في ديك الوقت، وشيدوا بها 4 كنائس. وهذا الجدار الضخم الذي هو بمثابة الحصن البرتغالي تم إنشاؤه من طرف البرتغال كمستوطنة سنة 1502، وما بين سنة 1510 و 1514 بنى المهندسين فرانسيسكو وديغو دي أروادا. وتوسع هذا الحصن ليشمل مرافقه المكونة له على يد مهندس إيطالي بينتو دير أفينوا ما بين سنة 1541 و 1548. وتحولت إلى قلعة على إثر طرد السعديين للبرتغاليين من أكادير وأسفي وأزمور سنة 1541. وفي عهد الغالب بالله كانت محاولة لطرد البرتغاليين، وذلك بإرساله لابنه المتوكل على رأس الجيش.
وكاد أن يقتحم الحصن، إلا أن إغراء البرتغاليين لعبد الله الغالب بقدر كبير من المال جعله يتخلى عنه حال دون فتحه، بالإضافة إلى محاولات أخرى لفتحه جاءت من فئة المجاهدين. كان أبرزهم المجاهد العياشي الذي كان اتصاله بدكالة منذ سنة 1578 لما قام شيخه أبو حسون بتوجيهه للجهاد ضد نصارى مازيغ، غير أن جميع مخططاته الجهادية باءت بالفشل بعد أن وشى زيدان بهذه المخططات للبرتغاليين. انسحب إلى سلا وترك وراءه مساعده سيدي إسماعيل استكمال الجهاد دون أن يفلح هو الآخر في فتحها. ولم تقتصر هذه المحاولات على العهد السعدي، بل عرفها أيضا العهد العلوي مع المولى إسماعيل العلوي الذي كرس مجموعة من الجهود لتحرير الثغور وما كان واقعا تحت النفوذ البرتغالي. وظلت مازيغ تحت النفوذ البرتغالي إلى حدود سنة 1769. بعد حصار دام شهرين تمكن سيدي محمد بن عبد الله من تحريرها بشكل سلمي، لكن الحاكم خان العهد فقام بتفجير الأسوار وبقيت مهجورة لمدة 50 سنة حتى أعاد تعميرها مولاي عبد الرحمن بن هشام وأطلق عليها اسم الجديدة. ويتضمن الحصن البرتغالي على مجموعة من المآثر التاريخية، أولها المسقات التي هي سهريج مازيغ كما ذكرنا من قبل، اللي هو ذاك الحوض ديال الماء، خزان الماء. ثم الأبواب كما قلنا عندها 3 أبواب، هذا الحصن ولا هذا الحي البرتغالي عنده 3 أبواب. ثم الأسوار التي تستخدم من أجل صد الهجمات سواء البحرية أو البرية. ثم يتواجد معبد اليهود كما ذكرنا من قبل. ثم توجد الكنيسة، ثم مسجد واحد توجد صومعته على البرج كما ذكرنا من قبل. ثم 4 زوايا دينية من بينها الزاوية التيجانية والقادرية. وكان برج الرباط يمثل أعلى أبراج هذا الحصن، حيث كان يعلوه عمود دائري للإشارات للتبليغ عن أي هجمات مرتقبة. تم تحويل برج الرباط إلى مئذنة للجامع الكبير بعد سنة 1880 في عهد السلطان مولاي الحسن الأول، وذلك حتى يتمكن الناس من سماع الآذان للصلاة بصوت أعلى بفضل علو المنارة الجديدة مقارنة مع المنارة القديمة للمسجد. الإخوان كما ترون درنا دورة في الحي البرتغالي في مدينة مازاغاندا قديما اللي كتسمى مدينة الجديدة حاليا. المهم شتو الأسوار ديالها، المآثر التاريخية ديالها، هادشي ناضي فريمون واحد المدينة اللي هي مثالية. هادشي اللي كاين الإخوان، نشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. شكرا على المشاهدة ديالكم، لا تنسوا دعمنا باللايك ومشاركة الرابط مع الأصدقاء. شكرا.